شباب، عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام. النهارده فيديو جديد وحلقة جديدة، وهنتكلم عن مباراة النهائي ذهاب دوري ابطال افريقيا. مباراة نهائي ذهاب دوري ابطال افريقيا اتلعبت ليلة امس الموافق 4/6 في 9 مساء على استاد القاهرة ما بين النادي الاهلي والوداد. بدأ النادي الاهلي بهجوم من اول لحظة، ضغط عالي لحد الدقيقة 15. بعد كده بدأ النادي الوداد يمسك كورة شوية، عشان بعد كده الاهلي يرجع تاني يعود من الدقيقة 30، وبالظبط في الدقيقة 39 او 41 بيحرز النادي الاهلي الهدف الاول من صناعة حسين الشحات، ويسجلوا بيرسي تاو المخضرم عشان يتقدم النادي الاهلي ب1-0 وتخلص النتيجة على كده. بيبدأ الشوط الثاني بهجمة خطيرة للوداد، انفراد تام، وبيشيله مصطفى شوبير بأعجوبة، وبيحسب له الهدف صراحة إن هو أنقذ مرمى الأهلي من هدف مؤكد يشيله حارس كبير. بعد كده بيبدأ الشوط الثاني وبيدخل النادي الأهلي في المباراة، وبيقدر إن هو يحرز جون في الدقيقة 62 اللي أحرزه محمود عبد المنعم كهربا برضه من أسيست حسين الشحات. حسين الشحات امبارح هو اللي خد مان أوف ذا ماتش، أحسن لاعب في المباراة، عامل 2 أسيست للنادي الأهلي. عشان تيجي بعد كده الدقيقة 81 وبيقدر النادي الوداد المغربي إن هو يحرز هدف عشان تبقى النتيجة 2-1 ويشعل النهائي في مباراة العودة. كده المباراة خلصت 2-1 وحسين الشحات خد من أوف ذا ماتش، والمباراة عدت بسلام. مباراة العودة هتكون يوم 11 إن شاء الله، اللي جاي 11/6 الموافق يوم الأحد والساعة 9 في ملعب كازابلانكا. أتمنى تكون مباراة رائعة، ومهما كان مين اللي هيكسب ألف مبروك.